السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. في الفيديو ده هنعمل تجربه مع بعض، هنعرض جدول برامج MBC 3 على مر السنين من اول سنه فتحت فيها في 2004. طيب هنعمل ده ازاي؟ لحسن الحظ في موقع بيحفظ نسخ قديمه من المواقع وبنقدر من خلاله نشوف المواقع دي كان شكلها عامل ازاي زمان. ببساطه دخلت على الموقع وكتبت www.mbc3.net وجاب لي نسخ قديمه من الموقع من كل سنه. اللي احنا هنعمله هندخل على يوم عشوائي من كل سنه ونشوف ايه اللي كان بيتعرض في الوقت ده، ونبدا بسنه الافتتاح سنه 2004. كان الموقع لسه تحت الانشاء زي ما احنا شايفين، كاتبين اهلا بيكم في عالمكم الجديد، عالم MBC 3 احلى عالم، وده شعار القناه لحد النهارده، MBC 3 احلى عالم. وهنلاقي كاتبين هنا البرامج اللي بتتعرض: ميجا مان النسخة القديمة طبعا، مش نسخة ميجا مان محارب النت، باز يطير، توم وجيري، بوب البناء، داندي اند دادي. طبعا MBC 3 فتحت تحديدا في شهر ديسمبر 2004، فتعتبر سنة 2004 شهر واحد بس. دلوقتي ندخل على سنة 2005، الموقع شكله اتحسن وبقى فيه حاجات كتير، وكانوا عاملين مسابقة احسن 10 صور، تبعت صورتك ولو الصورة حلوة هيعرضوها على الموقع زي الصور اللي احنا شايفينها دي. يا ترى اصحاب الصور دي بقوا فين دلوقتي وشكلهم بقى عامل ازاي؟ وطبعا انضمت اول مذيعة على القناة الاستاذة دنيا الشافعي. خلينا ندخل على جدول البرامج. كيني سمكة القرش، كرتون لطيف، ما كانش احسن حاجة في وقته لكن كان ممتع. توم وجيري طبعا لازم يكون موجود. بوب ذا بيلدر من فقرة الاطفال الصباحية، وبارني اللي الناس كلها بتحبه طبعا. داني ودادي مكمل معانا من 2004. ميجا مان مكمل معانا برضو من السنة اللي فاتت. جومانجي ده تقريبا احسن مسلسل اتعرض في السنه دي. ديجيمون اللي هو ابطال الديجيتال، وده كان مختلف عن ابطال الديجيتال اللي بيجي على سبيس تون، تقريبا كان موسم مختلف او حاجه. ريستول ده كان كرتون جميل. الفهد الوردي ده طبعا اللي هو بينك بانثر، طبعا غني عن التعريف. ايفن ستيفن، كريس كولورادو، كرتون مغامرات ممتاز. الرجل العنكبوت. سبايدر مان نسخة 1994 كانت أسطورية، أول حاجة نشوفها المارفل في الوقت ده تقريبا. أنا شخصيا لسه بتفرج على النسخة دي لحد النهاردة. ندخل على سنة 2006، ودي السنة اللي اتشهرت فيها القناة بجد وبقت بتنافس فعلا قنوات الكرتون التانية، وهنكتشف مع بعض ليه. شكل الموقع طبعا اتحسن عن السنة اللي فاتت. وندخل على جدول البرامج. ميكي ماوس كلاب هاوس، داني اند دادي، بارني واحد من اكتر الاعمال المكروهه، وانا عملت فيديو بالمناسبه اشرح فيه ليه بارني مكروه بالشكل ده، لو حابين تروحوا تتفرجوا عليه. اسطوره طرزان مكملين مع ديزني، ومسلسل طرزان نفس رسم الفيلم بتاع طرزان، والجدير بالذكر انه اتدبلج مرتين، مره بالعاميه المصريه ومره بالعربيه الفصحى. فقره حيه، فقره حيه دي اللي هي فقره قراءه الرسائل اللي بتتميز بيها MBC 3. الفتى استرو طبعا واحد من اعمال الانمي الكلاسيكيه، ولكن النسخه اللي كانوا بيعرضوها في الوقت ده كانت ممتازه جدا. مختبر ديكستر، وده اول عمل يقابلنا الكارتون نتورك. وهنا لازم اقول للي ما يعرفش ان اعمال كارتون نتورك كانت بتتعرض على MBC 3 قبل ما كارتون نتورك تفتح القناه العربيه في 2010. المعركه الاخيره، مسابقات قتاليه ما بين الاليين. وندخل بقى على يوجي يو، البرنامج اللي حط MBC 3 على الخريطه، وهو السبب الرئيسي في النجاح اللي هي حققته في الفتره دي، النجاح اللي هيستمر على مدار السنوات الجايه زي ما هنشوف. المومياء طبعا واحد من الكرتونات اللي ما تتنسيش، وانا بالمناسبه عملت فيديو عن نهايه المومياء هتلاقوه على القناه. وكمان دول ماسترز، اللي مش فاكر دول ماسترز كان كرتون بيلعبوا فيه لعبه زي يوجي يو، وبالمناسبه انا عامل فيديو كامل على القناه بتكلم فيه عن الكرتون ده. مغامرات جاكي شان زي يوجي بالظبط، هيكمل بقيه المواسم بتاعته على مدار السنوات اللي جايه زي ما هنشوف. الرجل الخفي، بطل المسلسل بيكون عنده قدره وحيده وهو انه بيقدر يختفي، لكن وهو مختفي بيلبس لبس يخليك تقدر تشوفه، فمش فاهم ايه فايده القوه دي بصراحه. ابطال النينجا او سلاحف النينجا، نسخة 2003 أحسن نسخة من سلاحف النينجا، واحد من أحسن مسلسلات الأنيميشن اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك. دي كانت كل حاجة في سنة 2006. كمية الأعمال الأسطورية دي خلت القناة زي ما قلت لكم تلمع في السنة دي. لكن لو فاكرين إن دي أحسن سنة لMBC 3 فأنتم لسه ما شفتوش حاجة. نروح لسنة 2007، ده شكل الموقع سنة 2007. أكيد كان في حاجات هنا لكن دي أحسن نسخة محفوظة منه. فخلينا ندخل على جدول البرامج على طول. فتيات القوة طبعا من إنتاج كارتون نتورك. ضيف البراري من اعمال ديزني المنسيه، وبالمناسبه انا كنت عامل فيديو قصير عنه. جاك التنين الخارق برضو من اعمال ديزني. كرتون تاني من ديزني، الفقره الصباحيه مع بارني والقطار توماس. فقره قراءه الرسائل. بعدين ندخل على فقره تشويق بلا حدود. مراهقوت تايتنز، وهنا انا بتكلم عن نسخه مراهقوت تايتنز 2003، مش النسخه الملعونه بتاع كارتون نتورك. فريق القرود الآلي الخارق. الاحجار العجيبه او ديجاتا ديفندرز، واحد من كرتونات جيتكس. كرتون جميل، انا كنت عامل فيديو قصير برضو عنه، وان شاء الله في المستقبل هعمل فيديو كامل عنه. F0 كرتون سباقات بالمركبات والحاجات اللي زي كده. الجاسوسات طبعا غني عن التعريف.
باور رينجرز. واول ما نوصل لباور رينجرز اعرفوا ان احنا وصلنا لنهايه اليوم ودخلنا في الفقره المسائيه. واضح ان ام بي سي 3 كانت لسه مكمله في عرض برامج ممتازه واحسن برامج في الفتره دي تقريبا. نروح لسنه 2008 وزي ما هو واضح الموقع شكله ما اتغيرش نهائي عن نسخه 2007. خلينا ندخل على جدول البرامج ونشوف في اختلاف عنها ولا نفس البرامج مكمله معانا. سباقات نسكار، ده كرتون سباقات برضو. سونيك اكس، نسخة سونيك اللي كانت بتتعرض في فقرة جيتكس وكان مسلسل ممتاز جدا. علاء الدين، مسلسل بنفس الرسم بتاع فيلم علاء الدين الأصلي ونفس الأصوات كمان. تيمو سيبريمو، كرتون لطيف مش أحسن حاجة لكن ما كانش وحش. مختبر ديكستر معروف طبعا. سنوحي، وده بيوضح إننا تقريبا في أيام شهر رمضان 2009. قصص الانبياء، خلاص مش محتاج توضيح اكتر من كده، فعلا جدول برامج ام بي سي 3 في شهر رمضان. الاحجار العجيبه تاني، ويوجي جي اكس مكمل معانا. طبعا العنصر الاساسي توم وجيري اللي ما بيتغيرش على مر السنين. الفتيات الخارقات، كرتون ممتاز من جميع النواحي، الرسم، التحريك، القصه، وحتى لما عملوا جزء تاني ما كانش حلب وخلاص، لا كان فعلا يستحق المشاهده. فريق النجوم، نفس الرسم والتحريك بتاع الجاسوسات ومارتن ميستري لان الثلاثه من انتاج نفس الاستوديو. دي كانت كل برامج 2008 ولسه مستوى القناه فوق الممتاز. نكمل ونروح لسنه 2009. موقع القناه اتغير بشكل كامل زي ما احنا شايفين وبقى عندنا ايقونات لكل حاجه على الموقع. وخلينا ناخد نظره سريعه فيه. ام بي سي 3 كانت عامله الخلفيه دي تقريبا لان دي كانت السنه اللي اتقرر فيها ان جنوب افريقيا هي اللي هتستضيف كاس العالم. عندك المذيعين حسن ودانيا وعزه، تقريبا عزه كانت لسه منضمه للقناه من فتره قصيره. بالمناسبه دلوقتي عزه بتعمل محتوى على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا عموما. عندك ركن الالعاب، شويه العاب فلاش بسيطه على ما اتذكر، وركن القصص ما افتكرش اي حد كان بيدخل عليها. نرجع ونروح لجدول البرامج. ده مستحيل طبعا معروف. جاك التنين الخارق مكمل معانا. كرتون من ديزني، كرتون تاني من ديزني. الفقره الصباحيه برعايه بارني طبعا. ونروح للمهم. فلينتا محقق الزمن، بتحصل احداثه في القرن الخامس والعشرين وهو كرتون مغامرات والغاز وكده يعني. ين يان يونج، ده برضه من فقرة جيتكس، فقرة احلى عالم وقراءة الرسائل. وندخل على فقرة تشويق بلا حدود. مش عارف ليه لسبب ما الكرتون ده بيفكرني بالمدهشين الاربعة الفانتاستيك فور. تين تايتنز النسخة بتاع 2003 زي ما قلنا. يوجي جي اكس مكمل معانا. الفتيات الخارقات الجزء الثاني، مكملين في فقرة البنات مع كرتون فتيات القوة من انتاج كارتون نتورك طبعا. كذلك ايد وايدي وساموراي جاك لحد ما نوصل لهانا مونتانا، وهنا نعرف اننا وصلنا للفقرة المسائية وان اليوم خلص. دي كانت كل حاجة في سنة 2009. القناة كانت تمام قوي. ونروح لسنة 2010 وهنا ام بي سي 3 كانت بتحتفل بمرور 6 سنوات على الافتتاح. واهم حاجة حصلت في السنة دي هي اضافة فقرة نيكلوديان. بعد ما قناة نيكلوديان العربية قفلت اتحولت لمجرد فقرة على ام بي سي 3. نبدأ الفقرة الصباحية مع بارني، توماس والاصدقاء، شلة بط، الكترو بوي، ده بيحكي عن ولد معاه ساعة كده زي بنتن بتخليه يلبس درع. نروح لفقرة نيكلوديان وكان بيتعرض فيها 2 من اعمال نيكلوديان، سبونج بوب والمراهقة الآلية. طبعا سبونج بوب غني عن التعريف، والمراهقة الآلية افتكر الناس برضو كلها عارفاها. فريق البطل 108 بيحكي عن حرب ما بين البشر والحيوانات وحاجة زي كده. وبنتين النسخة الكلاسيكية. توم وجيري مكمل معانا من أول سنة. وعندنا 4 جواسيس، ده امتداد لكرتون الجاسوسات وبيظهر فيه شخصيات من المسلسل الاصلي. ميجا مان بموسم جديد. سوكي فو، حد فاكر سوكي فو يا جماعه؟ وعندنا التنين الازرق، ده احسن حاجه قابلتنا لحد دلوقتي في سنه 2010. تاز المشاكس، سلاحف النينجا، وبس كده. دي كانت كل حاجه في سنه 2010 وكل حاجه في الفيديو ده. في النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو حابين ان انا اتكلم عن حاجه معينه في الفيديو اللي جاي يا ريت برضه تقولوا لي في التعليقات. سلام.